بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، قام السيد الرئيس بشار الأسد بزيارة إلى منطقة داريا بريف دمشق، تفقد خلالها بعض وحدات قواتنا المسلحة وهنأهم بعيدهم، حيث أكد أفراد قواتنا المسلحة عزمهم على مواصلة العمل مع المواطنين لدحر الإرهاب والإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار البلد وأضعافه. طبعا اللي بينزل على الميدان مع القوات المسلحة وبيصافح رجالها، أي مواطن بيتشرف بالمصافحة بمصافحة أي مقاتل في الجيش العربي السوري. الحقيقة إنه نكون معكم، فنحن بنشعر إنه نحن مع كل مقاتل في الجيش العربي السوري في كل مكان في ساحة الوطن. لما نصافحكم كأنه عم نصافح كل مقاتل في سوريا، وإنه زوركم اليوم فهذا بيتطلب انه انقل كلمة شكر باسم المواطنين في سوريا، باسم كل مواطن شريف، فانتم عم تخوضوا معركة الوطن كل الوطن، فهي رسالة شكر من كل مواطن انا بنقلها باسمهم جميعا. والنتائج على الأرض هي اللي بتحكي، من باب عمر للقصير مرورا بالغوطة الشرقية، واليوم بدارية اليوم، والخالدية كمان ودارية. فهذا الموضوع نحن مطمنين جدا لأدائكم، لكن الأهم منا أنه إنجاز الجيش العربي السوري أصبح الآن محل تحليل في كل العالم، الكل عم يحلل شو عم يصير، كيف الجيش العربي السوري قادر يصمد هالصمود. طبعا يمكن كثير من الناس ما تفهم ماذا تعني كلمة جيش عقائدي. جيش عقائدي هي الأساس بالنسبة لأي قوات مسلحة في العالم. الجيوش المحترفة أنا بعتقد بالمستقبل سوف تدرس هذه التجربة، ومراكز التحليل العسكرية بدأت تحلل ورح تحلل هالتجربة لحتى يستفيدوا منها. على كل الأحوال كم ساعة صفر صاروا عاملين من رأس السنة حتى اليوم؟ صار 14 ساعة صفر لمدينة دمشق وحدها. بس بكل ساعة صفر انتم كنتوا عم تحولوهن هن للصفار، هن وخططهم وكل من يقف خلفه. عادة دائما الشعارات تكون في المقدمة والممارسة تأتي خلفها. في هالمرة الجيش العربي السوري سبقت الممارسة الشعار، فأنا بقول لكم كل عام وانتم بخير. نحن بمقدار ما منشد حالنا فيكم كسوريين، بمقدار ما نشد حالنا بعائلاتكم، يعني كل واحد فيكم هو أغلى واحد بعائلته اليوم. مثل ما أنتم صابرين فكمان عائلاتكم، زوجاتكم، آبائكم، أمهاتكم، أبنائكم وبناتكم وأخوتكم وأخواتكم كمان هن صابرين. فنحن نقول لهم كل عام وانتم بخير، لأن هن جزء من المعركة وهن جزء من هذا العيد. قوة الجيش تيجي من أبنائه، لكن بنفس الوقت تيجي من احتضان الناس له، والشعب السوري واقف معكم بقوة. لما نقول جيش الشعب هذا يعني إنه الجيش بيدافع عن الشعب، لكن بنفس الوقت الشعب يدافع عن الجيش. فاليوم كل مواطن بيعتبر إنه اللي عم يدافع عن الجيش هو عم يدافع عن الوطن، وهي المعركة الوطنية، وهذا هو جيش الشعب. هون عم نجسدها لهالجملة. فنحن بندافع عن الناس وبنحتضن الناس وبنحب الناس. لولاكن ما في جامعات، ما في مدارس، ما في خبز، ما في مي. لولاكم كنا كل سوريا كانت عبارة عن لاجئين ويمكن خارج سوريا. لولاكم كنا اليوم كلنا عبيد للدول اللي بدها تركعنا، ونحن بحياتنا الشعب السوري بحياته ما كان قبل يكون عبد. هي الموضوع لا بالتاريخ ولا بالحاضر ولا يجوز أن يكون
في المستقبل. دائما شعارنا هو الشهادة أو النصر، ولكن أنا من أول ما بدأت المعارك عم أقول نحن شعارنا في هذه المرحلة النصر. الشهادة قدر، شهادة قدر، لكن نحن هدفنا النصر، وكل الشعب ينتظر من الجيش العربي السوري النصر. فبدنا نوقف كلنا مع بعضنا مثل ما أنتم واقفين مع الشعب والشعب موقف معكم، وبكل تأكيد لما نحن مع بعضنا الله بيكون معنا. أول شيء بنعيد الجيش العربي السوري وبنحييه على صموده البطل اللي أدهشنا فيه كما أدهش العالم بصموده. أكيد هو كل يوم عيد للجيش، ما بس واحد أب، كل يوم عيد للجيش. بنقول للجيش العربي السوري إن شاء الله كل سنة وأنت سالم، كل عام وأنتم بخير، والله يقويكم ويحميكم وتضلوا حامين هالبلد وواقفين مع الشعب ورافعين راسه بشموخ واعتزاز.